بسم الله الرحمن الرحيم. هنشوف دلوقتي الطريقة الصح. يعني لو طفل جاي لك دلوقتي وبتأسسه طفل وعارف هو أصوات الحروف كويس جدا، لكن لسه هنبدأ معاه الفتح. طالما هو عارف الحروف كويس جدا وبيعرف يكتبها في أول وفي وسط وفي آخر الكلمة، يبقى نبدأ معاهم بحركة الفتح على طول. هنشوف بندرس حركة الفتح على كام مرحلة. أول مرحلة احنا بنكتب للطفل زي ما احنا شايفين كده كل الحروف متلخبطة بالفتح عشان نتأكد ان هو مش حافظهم بالترتيب في المرحلة الأولى. ده طبعا لأن أنا ما اشتغلتش مع الطفل من البداية. فهنشوف كده ملك، يلا اتفضلي يا ملك. ها ألف مع الفتحة تبقى إيه؟ صوتها إيه؟ ها جا برافو. ها را. ها ها برافو يا ملك. لا برافو. ما. ها غا. ها ها ذا. ها فا برافو. ها كا. ها عات. ها تا. حا برافو. ها خا ممتازة. يبقى ده صوت الحروف بالايه؟ بالفتح. بعد كده بنبدا ندمج للطفل حرفين مع بعض، وهي دي الطريقه الهرميه اللي احنا بنتكلم عليها دايما، ان احنا بندي اصوات الحروف للطفل كلها عشوائي. طيب لو انا شاورت على ده يا ملك هنقوله ازاي؟ ها غا ممتازه. طب لو شاورت على ده ها جا ممتازه. يبقى لو الطفل بيقول كده عشوائي معنى كده ان الطفل عارف صوت الحركه وحافظ الحروف كويس جدا. طيب تعالوا نشوف بقى مرحله دمج حرفين بالفتح. تعالوا نشوف بقى صوت الحرفين مع بعض هيعملوا لنا صوت ازاي. يعني احنا دلوقتي هنكتب صفحه كامله لملك فيها صوتين مفتوحين، جا ما. جا ما تمام. ها سما شطوره. لا ع برافو. ها ذا هذا تمام. شاك كا شاكا. يلا يا ملك. ها عارة تمام. يبقى في المرحلة دي أهم حاجة إن الطفل يقرأ صوتين الحرفين مع بعض، نقولهم متقطعين مرة ومرة هم مع بعض. هذا شاكا عارة لع سما جاما وهكذا. طيب يلا كملي معايا يا ملك. ها نا برافو. ها يا ملك. هذا برافو يا ملك. ها ثقة قوليها على بعضها. ثقة ماشي يا الملك. يلا قوليها مع بعض. ثقة برافو. يلا يا ملك. ها رما كلها على بعض. رما. يلا قوليها على بعضها يا ملك. رما ايوه كده شاطره. يلا يا ملك. ساحة ممتازه. ها صا فصا. قوليها تاني. فصا. ها را. قوليها كلها على بعضها. بارا. شاطرة. حما. ها فاتا. قوليها على بعضها. فاتا تمام. يلا قوليهم كلهم تاني يا ملك. ها ها لا
ها ع لا ع ها ها برافو يا ملك. ها شاكا ها ها عرا يلا ها ما نا ها ها ذا ها ساقا ها ها راما ها ها ساحة صو ها فصا ها يلا يا ملك ها برا برافو ها ها برافو ها تا ها ها فتى ممتازة يا ملك. طب لو انا يا ملك قلت لك مثلا هنتملى هنا مقطع، ودي المرحلة الثانية ان احنا نملي الطفل بقى مقطع عشان نتأكد ان هو بيعرف يكتب مقاطع صوتية من ايه؟ من حرفين الاول. يلا يا ملك اكتبي هنا فتى. يلا يا ملك يلا اكتبي فتى ايوه حرف ايه؟ ف شاطرة. يلا ماسك في ايده تا فتى. ايوه شاطرة وامشي على السطر. طيب فين النقط بتاعتهم بقى؟ فا وتا. ايوه تا عندها كام نقطة؟ واحد ها برافو. فا عندها كام نقطة؟ ها عندها ايه؟ نقطة ولا اتنين الفاء؟ ها نقطة ولا اتنين؟ ها نقطتين الفاء ولا القاف اللي عندها نقطتين؟ الفاء عندها نقطة واحدة، نحط نقطة للفاء. فاء عندها ايه؟ نقطة واحدة زي فاء فراشة جه على راسها نقطة. ها الحركات بقى فا تا يبقى عندنا على راسها ايه؟ ها ف الايه؟ فين الفتحة؟ يلا نحط فتحة على الفاء وفتحة على التاء. فتحة وفتحة برافو. اكتبي هنا جا ما جا الأول صوت الجا هنا عند النجمة على السطر يا ملك. جا شاطرة وماسكة في ايديها ما. يلا نتلف ايديها لتحت الماء ها الكورة بتاعتها ومش على السطر. جا ما شاطرة يا ملك. هنا فين النقطة بتاع الجا؟ أيوة تحت نقطة الجيم شاطرة. فين الفتحة وفتحة؟ جا ما ممتازة. اكتبي هنا عا بالأول. لا بص ازاي العا؟ فين العا يا ملك؟ ها بص هناك. لف ايديكي هناك. لف ايديكي. لا انتي صح امسكي القلم كويس. يلا هنلف ايدينا كده في العا. اوعي شيلي ايدك دي يا ملك. هنعمل كده ماشي. يلا امسحها انا وانتي اعمليها مرة لوحدك. يلا اتفضلي. يلا يا ملك اكتبي را. لفي ايوه شاطره. را بقى را. اكتبي را ماسكه في ايديها را. نزلي الراء حلوه. شاطره يا ملك. ورا يبقى فين الفتحات؟ را ممتازه يا ملك برافو عليك. هي را كده شطوره يا لوكا. ودي المرحله الثانيه ان الطفل يتملى كمان المقطع اللي هو فيه ايه؟ صوتين حرفين مفتوحين. برافو عليك يا ملك. طيب تعالي بقى مرحله قراءه نكمل المثلث بتاعنا. قراءه كلمات ثلاثيه. احنا كنا بنقول دي ايه؟ جاما. نجيب لها صاحب بقى كمان يا لولا اسمه ايه؟ بقت جا ما ها جماعة شاطره. ها شاطره. سمع برافو. صاد دا كلها صاد حصاد. يلا يا ملك. را يبقى كلها ايه؟ شرع. يلا يا ملك. هاد يبقى كلها شهد. شاطرة يا ملك. يلا يا ملك. الحق سبي ملك بس. يلا كملي يا ملك. را برافو عليكي. عرف.
ها حمل حمل. برافو عليكي. وعايزه اقول ان ملك اول مره بتشتغل اصلا معايا الحركه واول مره بنديها لها. ها نا كلها على بعض يا ملك. منع. برافو عليكي. ها را ها قرأ. ممتازه. ها ها كتب. ممتازه يا ملك، ممتازه ما شاء الله عليك. كده ملك ما شاء الله عليها. كتبت هنا ما كتبتش كده خليك كفايه يا ملك. كده ما شاء الله ملك احنا متاكدين انها بتعرف تقرا كلمات ثلاثيه لوحدها. هنشوف بقى في حكايه الاملاء، ودي اخر حاجه بنديها للملك وبعدين بنعلمها التحليل الصوتي. تمام. فاحنا عشان خاطر وقت الفيديو احنا هنشوف بس ملك وهي ايه بتحلل صوتيا، وهنعلمها التحليل الصوتي الاول وبعد كده نرجع نمليها. التحليل الصوتي. التحليل الصوتي يعني نخلي كل صوت لوحده ايه يا ملك. يعني سامع. عدي على ايدك كده كام صوت. سا وما وعا. كام صوت دول؟ ها 1 2 3. سامع. كام صوت هما؟ 1 2 3. يبقى ايه سمع دي كام صوت اهي. سا وما وعا عباره عن كام صوت؟ لو جينا قسمناهم كده هنعمل لهم 3 بيوت. بيت فيه السا صوت السا لوحدها، وبيت فيه الماء صوتها لوحدها، وبيت فيه العا صوتها لوحدها. بقت سامع. ماشي تمام. تعرفي تعملي دي بقى لوحدك، تحللي لي الكلمه دي. يلا هتجيبي لي كل صوت حرف لوحده. ح صاد د. يلا را ح صاد. حسد. ها كنت رايحة أقول حسد. ها يلا اقرأي بقى دي بقى كده. را سا ما. ها كلها على بعضها ايه؟ ها رسما. رسما. يلا يا ملك اقرأي الكلمة دي كده. قرأ. قرأ. يلا خلي كل صوت قلتيه لوحده. اتفضلي يا ملك. وده اسمه التحليل الصوتي، ودي اخر حاجه هنديها الملك. وطبعا هنديها كلمات ثلاثيه عشان نتاكد انها بتعرف كمان زي ما كتبت مقطع من حرفين هتكتب الكلمات اللي هي الثلاثيه كلها فيها حروف الفتح. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.